ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة بقى مكان جديد مختلف عن قبل كده. ده شاطئ النخيل، اكيد كلنا عارفينه. ده موجود في مصر من زمان، في اسكندرية بالتحديد. الشط ده زمان خدله كده من سنتين كان اتقفل، ولكن رجع تاني. اكيد كلنا عرفنا وافتكرنا شاطئ النخيل والقصة بتاعت ان هو البحر بتاعه بيبقى الناس بتغرق لما بتنزل والجو ده كله. بس خدوا لهم سنة ولا سنتين كده مقفول، وبعد كده رجعوا فتحوه تاني بقاله سنتين كده. فدي جولة كده في المنطقة هناك، من اول البوابات بتاعة النخيل، في شوارع النخيل زي ما احنا شايفين. طبعا الايام دي الدنيا تقريبا هادية شوية، عشان خلاص يعني الدراسة خلاص قربت، فمفيش ناس كتير في المكان. بس هو في العادة بيبقى فيه زحمة، والمكان بيبقى مليان ناس يعني كتير. بس الحقيقة المكان نفسه حلو جميل. بالليل ممكن تخرجوا على البحر هناك على الشط، في كافيهات كتير، فممكن تتبسطوا وتاكلوا حاجة تشربوا وتقعدوا كده عند البحر. فالمكان حلو يعني، حتى البحر نفسه يعني في انقاذ برضو شغال هناك كويس. اي حد بيحصل اي حاجة بيتصرفوا على طول في ساعتها. برضو من المميزات اللي لقيتها هناك، ان وانتوا هناك اي اكل او اي حاجة موجودة ببساطة. يعني ممكن تشتروا اكل دليفري او تنزلوا تاكلوا في اي محل. الموضوع بسيط. في ممكن لو رحتي شواطئ تانية يبقى في مشكلة انك انتي المكان نفسه اللي انتي فيه مفهوش اكل، او عايزة تاخدي اكل معاكي من هنا وانتي مسافرة كده يعني. انما لا، هناك الاكل موجود، والاسعار رخيصة او عادية زي ما بنشتري عادي من القاهرة عادي او من اي مكان يعني. مفيش اسعار سياحية ولا حاجة. هناك في كذا شاطئ للدخول، في شاطئ عام، وفي شاطئ اللي هو في اي بي. وطبعا يعني مثلا في اي بي ده سعر الفرد فيه ب50 جنيه، بس ده اللي ما عندهمش شقق هناك. انما اللي عنده شقة هناك بيبقى ارخص من كده بكتير، تقريبا بيبقى النص يعني. فاللي هو الصبح هتبقوا في البحر، وبالليل ممكن تقضوا الوقت زي ما قلت لكم في اي كافيه او على الشط او اي حاجة. فحتى الاطفال ممكن يركبوا عجل، وفي ملاهي هناك على البحر. وفي وقت حلو قوي ممكن، والمدينة هناك فاتحة طول الليل. يعني ممكن تبقي راجعة من الكورنيش بره الساعة 4 الصبح عادي، وتقفي تشتروا خضار وتشتروا أكل وتروحوا السوبر ماركت، وعادي خالص أكن الساعة 1 ولا 2 الظهر. فزي ما بيقولوا ما بتقفلش، شغالة على طول. وبرضو الكافيهات بالليل أسعارها عادية مش غالية، يعني عادي يعتبر زي ما بنشتري هنا من العصير من أي محل أو أي حاجة. مش أسعار عادية، مش سياحية زي ما قلت لكم. فده هيخليك ان انتوا ممكن تخرجوا كل يوم عادي، مش هتشيلوا هم بقى لا مصاريف كتير لا مش عارفة ايه. لا، الأسعار هناك عادية برضو. حتى إيجار الشقق هناك، يعني الشقق اللي على البحر ممكن مثلا تبقى الشقة على البحر ب1000 جنيه، 1200، ده في الموسم يعني. انما لو مش في الموسم فسعرها بيقل طبعا، ممكن توصل 500 جنيه في اليوم ولا حاجة. فده هيخليكم ممكن انتوا تقدروا تقعدوا فترة اطول هناك. كده جولتنا خلصت، ويا ريت يا جماعة نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. باي باي.